خالد عبد الجليل، خالد اللي بتطلع بالندوات، الست بتاعت الفول وابنها بتاع فول وابوه كويتي. ايه الحركات اللي انت بتعملها دي؟ مصر فيها خير، ولو اي واحد جه في مصر في خير، والكويت فيها خير. مش تقول لي بتقال الكويت اللي هم غلابه، ما هو في مصر في غلابه وفي الكويت في غلابه. فين طب الفلوس انت بتتكلم عليها وديتها فين؟ رحت بقى صاله القمار؟ يا خالد عبد الجليل انتبه لي، يا خالد عبد الجليل لو شفتك هشجك شجه خلجعبه. خالد، الحركات اللي انت بتعملها في التلفزيون دي، وتفضح عائلات الكويت وتفضح عائلات الناس وتجيب اسرارهم وتعمل فيهم كده، عليا النعمه اشجك شجه خلجعبه. انا على الوالد والديك لو بتكلم على اي حد في الديره او بتكلم على اي حد في مصر. البلدين حلوين مع بعض، مش اللي يتجوز ده. مش معقول ابن كويتي من سنه كذا ويجي تعملوا فيلم عن الناس بتتهم وبتتبلى عليهم. غلط الحاجات دي يا خالد. اعراض الناس حرام عليك، مش تعمل فيها ثواب في الاخر. كل اللي انت بتعمله ده بيجي فوق دماغك يا خالد، يا خالد عبد الجليل اللي انت عامل فيها نفسك مذيع وانت محامي. انا اجيبك لو انت ساكن فين اجيبك. انا مراد الدائن بتاع كنكوني كنكني كا شيخ احمد اليوسف وكل العالم ده عارفين اسرارهم كلهم. بس غلط ان انت تطلع اسرار الكويته وولادهم في مصر والكويت ياخدوا بعدهم. يا جواد الحركات دي غلط. خاف عن شعورك. انت مالكش اهل، مالكش حرمه، مالكش ست، مالكش اخت. كل واحد بيعمل هو، كل واحد يتحمل بغلطته. الفلوس اللي انت بتاخدها اكيد بتروح بيها صاله القمار، بتلعب بقى بتلعب فيها صاله القمار. يا انت رمسيس، يا جرانت حياه، يا سميرة ميس، كلهم انا شفتك يا خالد قبل كده. غلط. انت محامي واسمك خالد عبد الجليل، واللي عرفني اسمك كلهم وعارف، وكنت بتروح المحكمه بتاع شارع فتح السالم. الحاجات اللي انت بتعملها دي وتجيب اعراض الناس غلط. ده معقوله ده ابن كويتي؟ ده معقوله ده مش عارف ايه؟ ويعني الكويتي كفر والمصري ما كفرش؟ كلهم ولاد ناس كلهم. هنا في مصر ولاد 9 وفي الكويت ولاد 9. وربنا سبحانه وتعالى هيشوفهم عايزين ايه. لكن انت تاخد انت الفلوس منهم تلعب بيها انت قمار. طب فين الفلوس اللي انت خدتها من الناس دي كلها؟ وديتها فين؟ ها؟ يا خالد غلط الحركات انت بتعملها دي في التلفزيون. مش تعمل نفسك البتاع، لا. كل بلد، كل دولة في العالم فيها عالم تالت. ايه العالم التالت؟ الطبقة العالية، الطبقة البتاع ده نجاح في الحياة. في اللي نجار وفي اللي ميكانيكي وفي اللي دكتور وفي اللي كذا مش تقول لي بيه ده كويتي وده مش كويتي وده مش عارف ايه وعايش في مصر ساكن في حارة. اعوذ بالله. الحارة اللي انت بتقول اعوذ بالله دي لماه وبينزل ياكل فول وبيبيع فول، مش محتاج من كثام ابوه حاجه. لو هو كويتي اغنى من اغنياء الكويت حتى، طالما نزل مصر هيرزق. بس العالم طبقات، في اللي دكتور وفي اللي محامي وفي اللي قاضي كل حاجه دي طبقات. لكن اجيب اعراض الناس حرام عليا. افرج الناس على اوريكم مشهد في الحسين، واحد بتاع فول والتاني بيبيع مش عارف ايه والتاني قهوجي. الكويت يزعلوا منك. ايه الكويت اغلب من الغلب ما تلاقي، اغلب من الغلب ما تلاقوا في الكويت. ولا هم عندهم فلوس ولا حاجه، بس هم اغلب من الغلب. الفلوس اللي بتجيلهم بيفرقوها بمعرفتهم في قلب ديرتهم. وهم كرمه، مش بيبصوا اللي هم اغنياء اي نعم وكل حاجه، بس بالاحترام. مش ده ابن كويتي وبتاع فول وبتاع، لا. كده غلط يا خالد يا عبد الجليل يا محامي. انا اختفيت ولو سمعتك عملت اي حاجه تاني اشكك شك. هاك يا خالد عبد الجليل بس.